غموض جريمة قتل. قصة حقيقية لجريمة قتل حصلت في اليابان سنة 99. راجل راجع البيت لقى مراته مقتولة. أول حاجة جت في دماغه يتصل يبلغ البوليس. بلغ البوليس جه عمل شغل ورفع بصمات مش عارف إيه. ما قدروش يحددوا مين هو اللي قتلها، والقضية اتقفلت على كده واتسجلت ضد مجهول. صاحبنا ده ما يقس، قال لا، أنا كان عنده إيمان داخلي إن التكنولوجيا في يوم من الأيام هتوصله للقاتل ده. فضل يدفع إيجار الشقة، وهو ده الغريب في الموضوع، 26 سنة كلفته حوالي 146 ألف دولار بيدفع إيجار الشقة مع إنه ما قعدش فيها. من بعد ما القضية ما اتسجلت ضد مجهول قفل الشقة، ساب كل حاجة زي ما هي، البصمات، لو كرسي واقع، سجادة متبهدلة، ساب كل مسرح الجريمة زي ما هو، علشان إيمانه إن في يوم من الأيام القضية هتتفتح. طلب لما وصل وعرف ان في تكنولوجيا كبيره جدا حصلت وتقدم كبير في الدي ان ايه انه يفتح القضيه تاني، وقال للبوليس حكايته. طبعا البوليس فتح القضيه تاني وراح اكتشفوا حمض تاني كده كان مستخبي في مكان في الشقه. طبعا بفضل التكنولوجيا الجديده قدروا يحددوا مين هو الجاني بعد تحليلات الدي ان ايه دي. الغريبه بقى ان الجاني ما طلعش قاتل متسلسل، ولا حد كان جاي يسرقه، ولا كان حد بيخونه مثلا، ولا الكلام ده كله. طلع زميلته كانت معاه ايام المدرسه، كانت بتبادله شعور الحب، وهو طنشها وراح اتجوز واحده تانية، فجت قتلت له مراته بتنتقم فيه في مراته. دي قصه حقيقيه حصلت. جريمه القتل دي سنه 99 في اليابان واتحلت 2025. هقول لك